تاني يوم كانجي بيكون نايم، واول ما بيصحى بيحس ان في شخص جنبه، فبيبص على الباب بيلاقيه مقفول بكل الاقفال، فبيطمن ولكن بيحس ان في شيء تحت البطانية بيتحرك، فبسرعة بيشد البطانية. مرة واحدة بيلاقي ميمي قاعدة بتقوله صباح الخير يا عزيزي، بتكون عايزة تمضيه على عقد زواج، فبيتصدم وبيزعق لها. بعد كده كانجي بيكون على الفطار هو ومية بتكون قاعدة بترسم وبتكتب اسم الفتيات على كيكة البيض لان خطها بيكون جميل جدا، فكانجي بيكون معجب بخطها. بعد كده كانجي بيسأل مية هي ليه مش بتيجي على غرفته، فمية بتتفاجئ. في الوقت ده كيرا بتيجي وبتسأل مية عن الغسول الوجهي بتاعها، فبيتعرفها ان هو في الطابق التاني. بعدها سارة بتيجي وبتسألها على التحكم بتاعها، فبتديهولها لان كانت بتستخدمه. بعد كده ميمي بتنزل، وكانج ومية اول ما بيشوفوها بيتفاجئوا لانها بتكون نسيتك سلبوطة خالص. وبعدها مية بتقولها انت بتعملي ايه هنا، فبتقولها بدور على هدومي، فبتعرفها ان هي غسلت كل الهدوم فتطلع تلبس اي شيء. فكانج بيكون دايب في رقة ميمي يا صديقي. وتاني يوم بنشوف الفتيات وهم بيحجزوا الاوتيل. ايوه يا صديقي، بيكونوا هيطلعوا اجازة نهاية الاسبوع، والفتيات بيكونوا متحمسين جدا. بعدها بالي بتروح تلف العجلة علشان تشوف الاوتيل اللي هيروحوا فيه، وفعلا بتبدأ تلف العجلة، وبعدها بيطلع لهم اوتيل بالي، فالفتيات بيتحمسوا جدا. بعد كده بنشوف كانج وباقي الفتيات وهم مجهزين نفسهم علشان يروحوا الاوتيل. في الوقت ديت كيرا بتكون متحمسة جدا وبتقول كده الاجازه ديت هتكون ممتعه لان انا وكانج هنقضي وقت ممتع ونقرب من بعض. بعدها بتقرب منه عشان تقبله، ولكن كانج وباقي الفتيات بيمشوا ويسيبوها، فهي بتتضايق وبتمشي وراهم. بعد كده بنشوف كانج والفتيات وهم واقفين قدام الاوتيل وبيكونوا مصدومين من شكله اللي بيكون عامل زي بيت الجحيم. بعد كده الفتيات بيكونوا متوترين جدا، في نفس الوقت بيكونوا متحمسين لان الاوتيل ده معروف عنه انه اوتيل الحب وعمل البونجا بونجا. فالفتيات بيكونوا متحمسين جدا لان كل واحدة هتقدر تقرب من كانج. بعدها بيدخلوا الاوتيل وصاحب الاوتيل بيبدأ يرحب بيهم، بيكون شكله ضخم جدا ومرعب. فكانج وباقي الفتيات اول ما بيشوفوه بيترعبوا، ولكن الشخص ديت بيرحب بيهم وبيعرفهم ان هو صاحب الاوتيل وانهم ان شاء الله هيقضوا اجازة ممتعة. فالفتيات بيستمتعوا جدا وبيتحمسوا لان الاوتيل بيكون تصميمه من الداخل مليان بأدوات السحر وهكذا. بعدها صاحب الاوتيل بيبدأ يعرفهم ان كل شخص هياخد غرفة، ولكن كانج بيعرفوا ان الشباب هياخدوا غرفة والبنات هياخدوا غرفة تانية علشان ما يدفعش كتير. وبعدها كانج بيحضن بالي وبيقول كده انا وهو في غرفة واحدة وباقي الفتيات في غرفة تانية. للعلم يا صديقي زي ما قلت لك كانج مش عارف ان بالي هي في الاساس بنت. بعد كده بيدخلوا الاوضة، بالي بتكون متوترة جدا ولكن كانج بيقرب منها بيهزر معاها هزار تقيل شوية وبيقول له مالك، فبالي بتتكسف جدا لانه قريب منها. في الوقت ديت ميمي وكيرا بيجوا وبيطلبوا من كانج انه يلعب معاهم، فكانج بيتوتر ولكن بيوافق. وفعلا كانج وبالي بيقعدوا يحكموا واللي هيلعب مية وسارة ضد كيرا وميمي، وفعلا الفتيات بيبداوا يلعبوا بالكورة وبيستمتعوا كتير، ولكن بيشوفوا كانج وهو متحمس وبيشجع فيهم، فالفتيات بيبصوا لبعض وبيتحمسوا. سارة بتتحمس جدا، بتحدف الكورة بأقوى قوة عندها لدرجة انها بتخبط في كيرا وبتقطع لها قطعة من الملابس. مش بس كده، بتبدأ تخبط في كل مكان حرفيا وتوقع التماثيل، وفي النهاية الكورة بتخبط في بطلنا وبتدمره حرفيا. اما كيرا ملابسها كلها بتتمزق بالكامل، فكيرا بتتوتر جدا وبتكون محرجة. في الوقت ده سارة بتتفاجئ من قوتها، اما كانج بيقع على الارض بسبب الاصابة لان الكورة جت في المستقبل يا صديقي. بعد كده على العشاء ميمي بتقرب من كانج وبتقوله ايه رايك نفعل البونجا بونجا، فكانج بيتصدم بيقول لها وانت اتجنتي، فبتقوله لا بس احنا عايزين نستمتع بوقتنا. في الوقت ده صاحب الاوتيل بيجي وبيبدأ يحكي الفتيات عن القصة المشهورة عن الاوتيل ديت، وان كان في شخص اسمه الشيطان عفركوش. الشيطان ديت كان بيحب يخطف الفتيات يستمتع بوقته معاها بعدها يقتلهم وهكذا، لدرجة ان الاوتيل ده بقى بيت مليان بالالاف الفتيات التي تم القضاء عليهم.
فمره واحده الفتيات بيتفاجئوا وبعدها بيقعدوا يضحكوا ويهزروا وبيقولوا اكيد ده كله ده تخاريف، ولكن صاحب الاوتيل بيعرفهم ان القصه ديت حقيقيه. بعد كده كل الفتيات بيروحوا الساونا علشان يستمتعوا بوقتهم، يعني كانج وبالي هيروحوا ساونا وباقي الفتيات هيروحوا ساونا تانية. فبالي بتكون متوتره جدا لكانج يكتشف حقيقتها، وكانج بيقرب منها وبيدخلوا الساونا. بعدها بيرفعوا درجه الحراره. في الوقت ديت بالي حرفيا بتكون هتموت ولكن بتتماسك قدام كانج. وبعد كام ساعه صديقي بنشوف كانج وهو بيكون هيموت من درجه الحراره، وبالي حرفيا بتكون طاقه النار تشتعل منها، ولكن كانج مش بيتحمس وبيجيب اخره وبيقول لبالي انت فعلا شخص رجل جدا، انا مش هقدر استحمل. وبيجري وبيقول له انت اللي فزت، وبيخرج من الساونا ويجري على الميه. في الوقت ده بالي بتقدر تاخد نفسها لان درجه الحراره حرفيا بتكون هتقتلها. بعدها كانج بيكون قاعد في الميه علشان يدفي جسمه. بعد كده بالي بتطمن وبتطلع، ومره واحده الفوطه يا صديقي بتطير في الجو، فبتتوتر جدا لان كانج بيكون جاي عليها. بالي بتكون مش عارفه تعمل ايه، فبتلبس القناع وبتعمل نفسها هي الشيطان العفركوش. وكانج اول ما بيدخل بيلاقي الشيطان فبيترعب جدا. في الوقت ده الفتيات اللي مش سالكين يا صديقي بيكونوا طالعين وعايزين يبصوا على كانج ويتأملوا في جماله، واول ما بيشوفوا الشيطان بيترعبوا هم كمان بيقعوا من طولهم. بعدها كانج بيجري جوه علشان يطمن على بالي، اما بالي بتستغل الفرصه وبتجري تجيب الفوطه وبتدخل جوه. فكانج بيجري عليها وبيقول لها انت بخير، فبتقول له انا تمام. فبيقول لها ان الشيطان العفركوش طلع حقيقي. فبالي بتكون متوتره جدا ولكن مره واحده بتتزحلق، بيقع منها القناع يا صديقي وكل شيء بيبان، وكانج بيكتشف كل شيء. بعدها بالي بيغمى عليها. بعد كده بالي بتصحى بتلاقي نفسها على السرير في الاوتيل. بعدها كانج بيطمنها وبيعتذر منها لانه ما كانش يعرف انها فتاة. فبالي بتتفاجئ وبتقول له مش لازم انك تعتذر، انا اللي كنت مخبيه هويتي. بعدها بالي بتبدأ تعرفه ان والده كان حلمه يبقى عنده رجل، ولكن للأسف هي اللي جت بعد وفاة والدتها، ولان ابوها كان بيحب والدتها جدا فمرضيش يتجوز. وابوها كان دايما يعرفها ان هي لازم تتظاهر انها رجل يعتمد عليه لانه بيكره الفتيات جدا، وعشان كده بالي كانت دايما بتتظاهر كانها رجل. في الوقت ديت كانج بيستغرب وبيقول لها بس انت عايزه تعيشي ازاي؟ تعيشي كفتى ولا فتاة؟ لازم تستمتعي بحياتك ولازم تلاقي الشخص اللي انت تحبيه وتقعي في حبك وتعيشي حياة سعيدة. فبالي بتعرفوا ان هي فتاة ونفسها شخص واحد بس يقع في حبها وهو انت. فكانج بيتوتر وبيحضنها وبيعرفها ان هي فتاة جميلة جدا. بعدها بيعرفها ان ابوها اكيد هيفهم الامر. فبالي بتتأثر جدا. بعدها بتفتكر ذكريات من الماضي لما كان دايما كانج بيدعمها وبيحميها. بعدها كانج بيعرفها ان هو هيروح ينام في غرفة تانية علشان تاخد راحتها. فبالي بتفرح جدا وبتشكره. تاني يوم كانج وبالي بيكونوا طالعين. في الوقت ده الفتيات بيكونوا قاعدين مع صاحب الاوتيل وبيحكي له على فنكوش الشيطان اللي طلع حقيقي. والفتيات اول ما بيشوفوا كانج بيقولوا له طلع الشيطان فنكوش حقيقي. فكانج بيضحك وبيعرفهم ان ديت تخاريف. فكيرا بتقرب منه وبتعرفه ان الشيطان فعلا كان حقيقي وهم شافوه بعينيه فبيضحك. في الوقت ديت بالي بتكون محرجه جدا لان هي السبب في اللي حصل. تاني يوم في المدرسه كانج بيكون مع صديقه وصديقه بيقول له بالي دي شخص لطيف جدا. فكانج بيعرفه ان بالي ديت في الاساس فتاة فالمفروض يحترمها لانها جميله جدا. فبيتفاجئ وبيقول له انا كنت حاسس. في الوقت ده وهم واقفين ساره بتيجي وبتعرفهم ان اختبار نهايه السنه قرب فهم لازم يستعدوا. فكانج بيقول لها تمام وبيمشي، ولكن ساره بتنادي عليه بتوقفه وبتعدل له الكرافته بتاعته. بتعرفه ان حبيبها لازم يكون مظهره جميل. فكانج بيتوتر اما صديقه بيكون بيراقبه من بعيد وبيقول يا ابن المحظوظه. بعد كده كانج وصديقه بيكونوا في الفصل وصديقه بيقول له هو انت بتحب المعلمه ولا ايه، ولا المعلمه بتحبك؟ فكانج بيتصدم وبيعرفه ان المعلمه ساره جميله جدا وفتاه ناضجه عندها اشياء مثيره جدا فالمفروض اي شخص يقع في حبها. في الوقت ده ميمي وكيرا بيسمعوا كلام كانج فبيحسوا بالغيره وبيقولوا له على فكره احنا كمان جميلات وبنحبك. ومش بس كده كيرا بتقول له انا كمان عارضه ازياء مشهوره. وبعد كده بالليل بنشوف ساره وهي قاعده بتشرب عصير
ليمون كتير يا صديقي وبيكون مش شايفة قدامها. فكيرا بتعرفها ان هي لازم توقف شرب لانها لو كترت هيحصل اشياء غريبة جدا. في الوقت ديت ميا بتيجي وبتعرف سارة انها لازم تتوقف عن الشرب علشان صحتها. فسارة بتحضنها وبتفرح جدا وبتقول لها انا عارفة انك بتحبيني يا اختي. في الوقت ده بالي بتكون محرجة جدا وبتعرفها ان اشيائها باينة. فبتبص وبتقول لها فعلا انت عندك حق، وبتنادي على كانج وبتطلب منه انه يصلح الامر. فكانج بيتصدم بيتوتر، ولكن سارة بتفضل تقرب منه وبتقول له افعلها. فكانج بيقول لها اكيد لا انت مجنونة. فسارة بتقول له كده يا حبيبي انت بتعصي كلام معلمتك وبتجري عليه يا صديقي، وبتجري عليه عشان تقبله يا صديقي وتفعل البونجا بونجا. ولكن كيرا بتمسكها وبتقول لها لا. فسارة بتقول لها وانت بتغيري ما تقلقيش، انا بحبك، بحب ميمي، بحب ميا، بحبكم كلكم. وبعدها بيغمى عليها وبتنام. فكانج بيوديها على اوضتها، بعدها بيرجع على اوضته، ولكن اول ما بيفتح الباب بيلاقي حد نايم على سريره. فبيستغرب وبيقول بس انا قلت الفتيات دولت انهم ما يهزروش معايا الهزار ديت، وبيشيل اللحاف. ومره واحده بيتصدم لما بيلاقي الشخص الضخم ده قدامه وبيقول له انت حبيب سارة، انت هتكون نقطة ضعفها. وبيخطفه. بعد كده كانج بيصحى من النوم بيلاقي نفسه في اوضه غريبة، مش بس كده بيكون متكتف ومش عارف يعمل ايه. في الوقت ده الشخص الغامض بيظهر على الشاشة قدامه بيعرفه ان هو الطعم اللي هيستدرج بيه سارة علشان يقضي عليها. في الوقت ده بيسمع صوت دوشة بره عالية. في الوقت ده سارة بتدخل عليه، فاول ما بتشوفه بتقول له يا جمالك انت روعة يا عزيزي. بتفضل تبص على اشياء لان كانج بيكون سلبوتة. فكانج بيتصدم بيقول لها انت بتعملي ايه؟ فبتقول له انا جاية علشان انقذك، وبتبدأ تصور فيه. بعدها بتفكه وبتقول له البس. بعد كده بتقول له استعد احنا لازم نخرج من هنا. وفعلا الاتنين بيتجهزوا وبيخرجوا. وسارة اول ما بتخرج بتلاقي شخص قدامها بيهجم عليها، ولكن سارة بتهجم عليه وبتجدع عليه وكانج بيساعدها. فسارة بتكون معجبة جدا من كانج وبتقول له انت عزيزي وحبيبي. في الوقت ده في واحد تاني بيظهر، فالاتنين بيتعاونوا وبيجدوا عليه. بعد كده بيوصلوا عند الاسانسير ولكن بيلاقوه معطل. فسارة بتعرفوا ان هم لازم يوصلوا عند اوضة التحكم علشان يفصلوا التحكم عن المبنى بالكامل. فكانج بيقول لها تمام هنعرف مكان الغرفة دي منين. فبتستخدم ذكائها وبتبدأ تمشط المكان بالكامل، وفعلا بتقدر تلاقي غرفة التحكم اللي بتكون في الدور العاشر. فبيحاولوا ينزلوا من على السلم ولكن للأسف بيكون مغلق. ولكن سارة بتجيلها فكرة، بيربطوا حبل وبيطلعوا خارج المبنى، بيفضلوا يتزحلقوا ويقربوا من بعض، او سارة بتقرب من كانج اللي بيكون متوتر جدا. وفي النهاية بيكسروا الازاز وبيوصلوا عند اوضة التحكم. فكانج بيكون مرعوب من اللي حصل لانه ملهوش في الاكشن يا صديقي. وفعلا ميا بتبدأ تقعد على الاجهزة وفعلا بتقدر تفصل التحكم والسيطرة الكاملة. وسارة بتكون فرحانة جدا، ولكن مرة واحدة مش بتلحق لان بيظهر الشخص الغامض ده من تحت الارض وبيقول لها اخيرا لقيتك يا سارة، ولا اقولك يا نمرة المدمرة. فسارة بتترعب وبتقول له انت مين؟ فبيقول لها وانت مش فاكراني يا نمرة ولا نسيتيني؟ بعدها الشخص ده بيهجم على كانج لانه عارف ان كانج نقطة ضعف سارة، ولكن سارة بتتصدى ليه وبتحاول تحمل كانج. فالشخص ده بيضحك وبيقول لها من الواضح ان الشخص ده حبيبك وعزيز على قلبك. فسارة بتقول له انت مين؟ انا مش فاهمة. فكانج بيكون مستغرب ومش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فالشخص ده بيقول ان الفتاة اللي قدامك تكون حاكم من احكام العالم السفلي. مش بس كده، دي كمان كانت مرعبة. كان مجرد اي حد يسمع بوجود النمرة المدمرة كان يترعب لدرجة انها دمرت عيلتي والمنظمة بالكامل. فكانج بيتصدم بيقول مستحيل يا سارة، ولكن سارة بتعرفه ان فعلا دي الحقيقة. في الوقت ده الشخص بيستغل الفرصة وبيهجم على سارة. فسارة بتحاول تتصدى ليه، ولكن الشخص ده بيكون اقوى منها وبيلزقها في الحيطة وبيقرب وبيهجم وبيلزقها في الحيطة. بعدها بيقرب من كانج. فسارة بتترعب بتطلب من كانج انه يهرب بسرعة، ولكن الشخص ده بيعرفها ان هو هيقتل كانج لانه عزيز على قلبها ويحرق قلبها. بعدها بيقرب من كانج علشان يقضي عليه. في الوقت ده سارة بتحاول تمنعه وبتحاول توقفه. في الوقت ده كانج بتجيله خطة ذكية، بيربطه بخيوط سرية وبيلزقه على السرير اللي هو طلع منه وبيجري يشغل السرير. فالسرير بيبدأ ينزل تحت الارض والشخص ده بيبدأ يتسحب. فالشخص ده بيتعصب وبيقول انا لازم اقضي على سارة، لازم ادمرها هي وحبيبها، ولكن مش بيلحق والسرير بيسحبه وبيقضي عليه. في الوقت ده كانج وسارة بينزلوا بيحاولوا يهربوا، واول ما بيخرجوا بيلاقي عدد كبير جدا من الحراس. فسارة بتبدأ تتصدى ليهم، ولكن الحراس دول بيكونوا اقوياء جدا. فسارة بتطلب من كانج انه يخرج بسرعة، ولكن كانج
بيرفض وبيقول لها احنا لازم نرجع البيت سويا، ولكن بتزعقله، بتعرفه ان هو لازم ينقذ حياته، هي هتعرف تتصدى ليهم، وبتعرفه على المخرج السري اللي بيكون من البوابة الخلفية. وفعلا كانج بيضطر يسمع كلامها وبيمشي. بعدها سارة بتبدأ تتصدى للأعداء، بتبدأ تقضي على واحد تلو الآخر بدون أي مشاعر لحد ما فعلا بتقدر تخلص عليهم بالكامل. بعدها بتخرج من المبنى بعد ما قدرت تقضي على كل الأعداء، بتكون منهارة جدا. أما كانج بيكون مستمر في الخروج وبيفكر في ذكرياته مع سارة، بيكون حزين جدا. بعدها بنشوف سارة وهي في الخارج بتكون منهارة جدا وبتقول في النهاية أنا رجعت للأسوأ زي زمان، وبتبدأ تعيط ولكن مش بتلحق. الشخص الغامض بيكون على قيد الحياة وهو عبارة عن روبوت، بيقول لها أنا هدمرك، بيهجم عليها وبيمسكها من رقبتها، بيقول لها خلاص نهايتك قربت يا سارة. فسارة بتتصدم وبتكون هتموت. في الوقت ده بتفتكر ذكريات كانج ولحظاتها معاه وبتكون في منتهى الحزن. ولكن تفتكر يا صديقي ان سارة هتموت؟ قولها معايا. لا والله. مرة واحدة في مطافي بتتحدف على ايد الروبوت بتعجزه. ايوه بيكون كانج وصل علشان ينقذ حبيبته سارة. فسارة بتتفاجئ، ولكن كانج بيهجم على الشخص ديت وبيقول له ابعد عن حبيبتي، ولكن الشخص ديت بيمسكه ويضربه وبيبعده. فسارة بتترعب، ولكن كانج بيقوم وبيقول له مش هسمح لك انك تلمس شعرة من حبيبتي. في الوقت ده سارة بتتفاجئ، بتفتكر هي كمان ذكريات من الماضي. في الوقت ده كانج بيعمل خطة ذكية، بيكب عليه بعض المية وبيستخدم عصا الكهرباء وبيبدأ يكهربه، فبيعرفه ان ده مش كافي للقضاء عليه. فبينادى على سارة، فسارة بتجري وبتستخدم كل قوتها وبتهجم عليه بكل قوة، حرفيا بيقضوا عليه نهائيا. بعد كده سارة بتكون فرحانة جدا وبتحضن كانج وبتقول له شكرا يا عزيزي على انقاذ حياتي. فبيعرفها ان هما لازم يرجعوا البيت سويا. بعد كده الصبح يا صديقي الفتيات بيصحوا. كيرا اول ما بتصحى بتبص على كانج بتتصدم، فباقي الفتيات بيجوا وبيبصوا على كانج بيتصدموا لان كانج وميا بيكونوا نايمين قريبين من بعض جدا، فبيكونوا محرجين جدا. بعد كده بنروح لكانج بالليل وهو رايح السوبر ماركت وبيجيب شوية طعام، وبعدها بيجيب مجلة الانمي اللي هو بيحب يتفرج عليها. بعدها بيخرج وبيكون ماشي، مرة واحدة بيلاقي روبوت غريب طاير وبيحدد وبيكون هيطلق عليه، ولكن مرة واحدة بتظهر فتاة غريبة بتطير على الروبوت ده وبتقضي عليه. بعدها بتكمل طيران وبتمشي. فكانج بيكون مصدوم وبيقول مستحيل، هي دي فتاة السحر اللي انا كنت بقراها في مجلة الانمي، هي طلعت حقيقة. وفي المدرسة تاني يوم كانج بيكون بيحكي لصديقه على كل حاجة، فصديقه بيقول له فتاة السحر حقيقية، اسم الله عليك، تلاقيك ما نمتش كويس، حاول تظبط نومك وتاكل كويس. في الوقت ده كيرا بتجري على كانج وبتعرفه ان هما لازم يفعلوا البونجا بونجا دلوقتي. في الوقت ده كانج وصديقه بيتصدموا وبيوقعوا المشروب، وكانج بيقول لها انتي مجنونة. فبتعرفوا ان ده طبيعي جدا لانهم مرتبطين، وبتحضنه وبتقرب منه وبتعرفه ان هي لازم تقرب منه اكتر من باقي الفتيات. في الوقت ده صديقه بيكون مصدوم بيمسكه وبيقول له هي ليه اي فتاة بتشوفك بتحبك يا اسطى؟ هو انا وحش؟ ده انا شعري حتى اصفر. في الوقت ده كيرا بتسيبهم وتبص على الشباك بتتفاجئ، فكانج بيبص بيتصدم، ولكن كل الشباب بيبصوا هما كمان وبيتصدموا لما بيلاقوا جسم ضخم طاير وموجه هدفه حوالين المدرسة، والفتيات بيكونوا مصدومين. في الوقت ده الاخبار بتبدأ تتكلم عن الكائن الغريب اللي طاير وظاهر في المدينة وانه متوجه حوالين المدرسة ومش عارفين الكائن ده ايه. في الوقت ده في روبوت بيحدد هدفه على كانج وبيطلق عليه، ولكن قبل ما يطلق عليه سارة بتجري وبتنقذه، فهو بيسيب صديق كانج. فصديق كانج بيكون مرعوب ومرة واحدة بيحصل انفجار وصديقه بيغمى عليه. فكانج بيبص على صديقه، فالفتيات بيكونوا مصدومين وبيعرفوا ان الجهاز ده بيدمر المستقبل بتاع الشباب. في الوقت ده بالي بتسأل عن كيرا، فكانج بيستغرب. في الوقت ده كيرا بتكون على سطح المدرسة بتطلع عصاها السحرية وبتستخدم قوتها. ايوه صديقي كيرا بتكون فتاة السحر. في الوقت ده كانج بيتصدم، بيقول لها هو انت فتاة السحر؟ فكيرا اول ما بتشوفه بتتصدم، بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ في الوقت ده المساعد بتاع كيرا بيظهر وهو الارنوب ده، وبيقول لها مفيش وقت، احنا لازم ندمر الكائن ديت، وعشان كده لازم تقربي من كانج وتشحني طاقتك. فكانج بيتصدم وبيتوتر، ولكن كيرا بتقول له ان هو لازم يعمل كده ويقرب منها. فكانج بيتوتر، ولكن الارنوب بيزقه فبيقرب
بتقرب من ميا فبيتم شحن طاقتها، فكانجي بيكون مصدوم، ولكن كيرا بتستعيد طاقتها وبتجري وبتجهز طاقة جبارة جدا وبتهجم على الكائن الغريب ديت، ولكن الصدمة ان الكائن مش بيحصل له اي حاجة. في الوقت ديت كيرا بتكون طاقتها خلصت فبتكون هترجع لها هيئتها، فبتجري على كانج وكانج بيلحقها قبل ما تقع وبيقول لها انت بخير، فبتعرفوا ان هي طاقتها خلصت. في الوقت ده ارنوم بيعرفهم ان مفيش وقت لازم يستخبوا علشان يشحنوا طاقة كيرا. بعدها بيستخبوا والروبوتات بيبداوا يدوروا على كانج. في الوقت ده كانج بيقول لكيرا احكي لي على كل حاجة، فبتبدأ تحكي له من قبل 6 شهور لما كانت عندها جلسة تصوير في المدينة، كانت بتتصور لانها كان هتعمل مسلسل جديد، ولكن في احد اللحظات ظهر الارنوب ده وعرفها ان هو جاي من عالم الاحلام، وعشان كده هو هيديها طاقة تحارب اي كان هيجي من عالم الاحلام الى عالم الواقع وتدمره وتحمي العالم. فكيرا بتكون متفاجئة وبتكون مش مصدقة، ولكن الارنوب بيعرفها ان هي الوحيدة اللي هتقدر تعمل المهمة ديت، وعلشان كده كيرا بتتوتر ولكن بتوافق، وفعلا الارنوب بيمنحها كل القوة. بعد كده الارنوب بيبدأ يعرف كانج ان الكائن اللي حاليا هيخرب الدنيا ديت هو كائن جاي من عالم الاحلام وهدفه انه يدمر كل الذكور، وانهم لازم يدمروه قبل ما يدمر العالم. فكانجي بيتصدم بيقوله طب احنا نعمل ايه؟ في الوقت ده الارنوم بيعرفهم ان هم ما عندهمش وقت، لازم يذهبوا عند العرباء السحريه. في الوقت ده بنروح للمدرسه وكل الطلاب بيبداوا يخرجوا وهم بيكونوا مرعوبين، حتى ميا وباقي الفتيات بيخرجوا، ولكن ميا بتخاف على كانج وبتكون قلقانه عليه، فميمي بتطمنها وبتعرفها ان اكيد كيرا هتحمي كانج وانهم لازم يبعدوا عن المدرسه في اسرع وقت. بعدها بنرجع لكانج وكيرا وهم واقفين قدام العربيه ديت، والارنوب بيعرفهم ان هم لازم يدخلوا داخل العربيه ديت علشان يشحنوا طاقه كيرا، عن طريق ان كيرا نبضات قلبها تتسرع، وده هيؤدي انها تشحن طاقتها وتقدر تدمر الكائن. فكانج بيقوله طب ازاي هنعملها؟ فبيقول لساره في ودنها، وبعدها بيدخلوا العرباء. كانج اول ما بيدخل بيستغرب ان مفيش غير كنبه واحده ومؤشر، فبيسال ساره عن المؤشر ده والتايمر، ولكن بيتصدم لما بيلاقي ساره بتشلح ملابسها وبتقول له مش عايزين نضيع وقت. فكانج بيتصدم بيقول لها انت بتعملي ايه؟ فكيرا بتستغرب وبتقول له هو انت ما تعرفش احنا هنعمل البونجا بونجا علشان نبضات قلبي تتزاد واشحن طاقتي؟ فكانج بيتصدم وبيقول لها مستحيل، فبتقول له تحب البونجا بونجا ملابس ولا غير ملابس؟ فبيكون مصدوم وبيقول لها مفيش غير الطريقه ديت عشان نشحن طاقتك، فبتعرفه ان هي لازم تشحن طاقتها بالطريقه دي. فبيتصدم وبيسالها طب هي من قبل كانت بتدمر الالات ديت ازاي وازاي كانت بتشحن طاقتها؟ فبتعرفه ان هي كانت بتتجسس عليه، كمان بتشم الملابس بتاعته، ولذلك السبب هي كان عندها القوه انها تدمر اي كائن، وانها دلوقتي لازم تشحن طاقتها بعمل البونجا بونجا مع الشخص اللي هي بتحبه. فكانجي بيتصدم بيعرفها ان هو مش هيعمل كده لان هو لسه مش متاكد من حبه، ولكن كيرا بتقرب منه وبتقول له ما عندناش وقت، وبتبدا تشلحه وبتقول له انا بحبك يا عزيزي. فكانجي بيحاول يبعد عنها. في الوقت ده الفتيات وميا بيوصلوا عند العرباء، وميا بتكون مستغربه العرباء دي فاضيه وموجوده في نص المدرسه ليه. فكانجي بيحاول ينادي على ميا وباقي الفتيات ولكن مش بيسمعوا له صوت. وبعدها كيرا بتعرفوا ان هم ما عندهمش وقت لنفع البونجا بونجا لكانجي. فكانجي بيتضايق وبيضربها وبيقول لها توقفي يا غبيه، انا مش هقدر افعل كده، لازم اكون متاكد بحب ليكي. وبتعرفوا ان هي عايزه تعمل كده عشان تنقذ العالم، وعشان كده هو مش هيقدر يعمل البونجا بونجا لانه هو لسه مش متاكد انه معجب بيها فعلا. فكيرا بتتاثر وبيبدا يا صديقي التايمر يبدا ونبضات قلبها بتبدا تزيد، فالتايمر بيبدا يعلى من غير ما ياخدوا بالها. في الوقت ده بنشوف آلات بتكون عايزه تدمر العربيه وتوصل لكانج، فكانج بيعرفها ان هو هيروح يعطل الالات ديت عقبال ما هي تشحن طاقتها. وفعلا كانج بيطلع من العربيه وبيطلع يجري، فالالات بتطلع تجري وراه علشان تدمره وبتبدا تطلق عليه عشان تدمر مستقبله، ولكن وكانج بيقدر يتفادى كل هجماتها. اما كيرا بتكون قاعده بتفتكر ذكرياتها مع كانج وقد ايه هو كان بيحبها وبيهتم بيها، فبتبدا نبضات قلبها تبدا تزيد يا صديقي لحد ما تزيد بالكامل وطاقتها بتتشحن. اما كانج بيكون محصور بين الالات اللي بتستعد علشان تقضي عليه، ولكن مرة واحدة بيظهر ضوء ذهب يا صديقي بيدمر الآلات. أيوة بتكون كيرا شحنت طاقتها بالكامل ووصلت لملكة فتاة السحر، فالأرنوب بيكون مصدوم. أما كيرا بتشكر كانجي لأنه وثق فيها وبيحبها، وبعدها بتتجه علشان تدمر الكائن. بتبدأ تدمر الآلات الصغيرة وبعدها بتجهز كل طاقتها وبتهجم بطاقتها على الكائن ده. في الوقت ده الكائن برضو بيهجم عليها بهجمة قاتلة والاتنين بيبدأوا يتصدوا لبعض، ولكن كيرا بتكون
خلاص هتتعب. مرة واحدة كانج بيقرب منها بيحضنها وبيدعمها، فكيرا بتتشجع جدا وبتستمر في الهجوم عليه لحد ما اخيرا بتقدر تقضي على الكائن ده بالكامل. في الوقت ده بيحصل انفجار ضخم والفتيات بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل ومتفاجئين من كيرا وكانج اللي عملوه. وبعد كده كل شيء بيرجع لطبيعته واي حاجة اتسرقت من شخص بترجع له يا صديقي. بعد كده بنروح لكانج اللي بيطمن على كيرا، فكيرا بتقول له انا بخير. في الوقت ده كيرا بتبدأ تفتكر ذكرياتها في الماضي لما كانج كان جنبها وبيدعمها، فبتتأثر جدا. في الوقت ده كانج بيقرب منها علشان يشيلها ريشة على شعرها، ولكن بتتوتر وبتجري تروح على البيت. بعد كده بنشوف شوية كائنات سحرية وهم في اجتماع وبيقولوا من المتوقع ان كانج هيفوق من العالم الغير واقعي ده قريب، صح يا ماشا؟ فالعالمة ماشا بتقول من الممكن. بعد كده بنروح لكانج وهو قاعد بيفتكر ذكرياته مع صديقة الطفولة وحب حياته ايان، وهي بتقول له ان احنا مستحيل نبعد عن بعض، فبيقول لها اكيد، فبتقرب منه علشان يتوعدوا سويا. بعد كده الروبوت بيبدأ يصحي كانج، فكانج بيصحى ولكن بالي بتيجي وبتقول له اصحى يا عزيزي، كمان ميمي بتيجي وبتقول له اصحى يا عزيزي. في الوقت ده ميمي بتجري وبتنط على كانج علشان تقبله، فكانج بياخد باله وبيبعد عنها. بعدها بيزعق لها وبيقول لها انت بتعملي ايه يا فتاة؟ فبتعرفوا ان هما لازم يجهزوا دلوقتي علشان اخيرا خدوا اجازة نصف السنة، فالمفروض يروحوا للشاطئ ويستمتعوا. فكانج بيستغرب. بعدها بالي بتعرفوا ان كل الفتيات جاهزين في الطابق السفلي، وفعلا بعدها بنشوف الامتعة والشرط يا صديقي ومعدات السباحة وكل شيء، والفتيات بيكونوا جاهزين وكل واحدة بتقرب من كانج يا صديقي لانها اخيرا هتستفرد من كانج ويقضوا وقت ممتع. لا هيوديهم الفيلا اللي على الشاطئ تبع والده، وبيبدأ يكلم الفتيات وبيقول لهم على فكرة كل فتاة فيكم ممكن ترتبط بيا عادي، انا اصلا بحب الفتيات فيبقى سهل علينا التعامل مع بعض. ولكن الفتيات مش بيدوله اي انتباه وبيقربوا من كانج علشان يستمتعوا بالرحلة ديت. فصديقه بيتعصب جدا وبيزعق لكانج وبيقول له دايما كل الفتيات بيقعوا في حبك، اشمعنى ما انا شعري اصفر. واثناء وهو بيتكلم وبيكون مش واخد باله فعربية ضخمة بتيجي وبتخبطه، فكانج وباقي الفتيات بيروحوا على الشاليه من غيره. وبعد كده بيوصلوا على الشاطئ بيكونوا متحمسين جدا. بعدها بيلبسوا لبس السباحة وبيقضوا وقت ممتع، وكل واحدة بتبدأ تقرب من كانج صديقي علشان تفعل البونجا بونجا، لدرجة ان سارة بتقول لكانج ممكن تحط لي كريم الاساس، فكانج بيكون مصدوم وبيحاول يهرب منها. في الوقت ديت كيرا وهي ماشية بتلاقي لافتة على الشاطئ، فبتنادي على الفتيات، والفتيات اول ما بيجوا بيلاقوا اللافته دي مكتوب عليها ان المنطقة ديت المفروض يكونوا يعوموا بدون يعني تكون سلبوطة. فالفتيات بيتحمسوا وبيشلحوا وبيبداوا يستمتعوا بوقتهم. اما كانج بيحطوا له قناع كده يا صديقي عشان ما يشوفش اي حاجة، مش بس كده كمان بيدفنوه في الارض وبيبداوا يلعبوا بيه كانه كورة حرفيا، لدرجة ان سارة بتهجم عليه هجمة واحدة بتكون بتطير القناع وبتكون هتطير رقبته، فكانج بيكون مرعوب منها وبيحاول يهرب منهم. وبعد ما بيستمتعوا بوقتهم في نهاية اليوم بيكونوا ماشيين، كانج بيكون ماشي قدامهم والفتيات وراه، بيكون متضايق من الفتيات اللي عملوه فيه النهارده، ولكن الفتيات على عكسه بيكونوا مبسوطين جدا. بعدها كانج بيكمل طريقه، مرة واحدة بيبص وراه مش بيلاقي الفتيات ومش بيلاقي غير اثرهم، فبيتصدم بيبدأ يدور عليهم وينادي عليهم ولكن مفيش اي رد منهم. بعدها بيرجع البيت وبيبدأ ينادي على الفتيات وبيقول لهم انتوا فين، ولكن محدش بيرد عليه، فبيقرر انه يتصل. في الوقت ديت ميا بتيجي وبتقول له كنت فين يا عزيزي، وبنشوف تليفون كانج وان الارقام بتاعت الفتيات مش موجودة كأنها ملهاش وجود. كانج بيسأل ميا عن باقي الفتيات هم فين، فميا بتستغرب بتقول له باقي الفتيات ايه، انا وانت اللي هنا من الصبح، من الفتيات اللي انت بتتكلم عنهم انا وانت كنا على الشاطئ فقط. فكانج بيتصدم فين جميع الفتيات، مين الفتيات اصلا، انا حاسس ان نسيت كل شيء. ايه ده كانج نسي كل حاجة يا صديقي، بيكون مش فاكر اي حاجة عن الفتيات. بعدها ميا بتقول له يلا عشان هعمل لك الطعام، وبعدها بيدخلوا سويا وبتبدأ تعمل الطعام. اما كانج بيكون قاعد ومش عارف ايه اللي بيحصل له كأنه ناسي حاجة مهمة مفروض ما ينساهاش. اما ميا بتبدأ تحضر الطعام وبتقول في نفسها لازم كانج ينسى كيرا ميا بالي سارة، ينساهم من ذاكرته، لازم يبقى معايا انا وبس. في الوقت ده تليفون كانج بيرن بماشا، فميا بتمسك التليفون وبتكسره وبتقطعه وبترميه في الزبالة. بعدها بتقطع اللحم. اما كانج بيحضر الشواية، وبعد ما بياكلوا
بيكونوا قاعدين. كانجي بيكون مستغرب وبيقول لها انا حاسس اني نسيت حاجة مهمة، ولكن بتقول له مش مهم، تعالى معايا نتمشى. وبتمشي، فبيستغرب وبيمشي وراها. بيقول لها انت رايحة فين؟ فبتقول له هنروح المكان اللي في الماضي اللي كان المكان السري، يلا نروح. بعد كده كانجي بيلاقي نفسه قدام الشجرة المقدسة، فبيستغرب وبيقول هو ايه المكان ده؟ في الوقت ديت ميا بتعرفه ان هي غرقانة في حبه، حرفيا بتعشقه، وان هو المفروض يكون ليها هي وبس، لازم يكونوا مع بعض للأبد، لازم يكملوا حياتهم هما الاتنين فقط. فكانجي بيستغرب. بعدها ميا بتبدأ تقرب منه وبتقوله لازم نكون مع بعض، بتقرب منه عشان تقبله. فكانجي بيكون مصدوم. مرة واحدة بيبدأ يفتكر ذكريات سارة، كيرا، بالي، ميمي، بيبدأ يفتكر ذكرياتهم ولحظاتهم معاهم. فبيقول فين الفتيات؟ فميا بتبعد عنه وبتتضايق. مرة واحدة المكان بيبدأ يتغير، الصديقة حواليه بتظهر أشياء غريبة جدا، ومرة واحدة بتظهر أيان. فكانجي بتصدم، بيقول لها أيان انت هنا؟ فبتقول له دايما كنت بتقول ان احنا هنفضل مع بعض للأبد، ولكن ما حصلش كده وانت بعدت عني. مرة واحدة أيان بتطلع تجري، فكانجي بيحاول يجري ولكن المكان بيوقفه وبيمنعه وبتختفي، وكل المكان بأيان بيختفي. بعدها كانجي بيصحى من النوم وتوميتو كالعادة بيزعق له، بيقول له انت هتتأخر على المدرسة الساعة 9 إلا تلت. فبيقوم كانجي يلبس بسرعة وبينزل، بينادى على الفتيات، بيستغرب ان هم مش موجودين. فبيروح المدرسة، واول ما بيدخل بيلاقي ان الطلاب اتغيروا. فبيروح يسأل واحد من اصدقائه اللي هو مش فاكرهم، وبيقول له هو فين ميا وسارة وباقي الفتيات؟ فبيقول له ميا وسارة؟ مفيش فتيات بالاسم ده، هو انت قعدتك في البيت وجعت دماغك ولا ايه؟ انت وقعت على دماغك؟ وبيفضل يتريق عليه هو والطلاب. فكانجي بيكون مصدوم ومش فاهم هو ايه اللي بيحصل له وازاي الطلاب اتغيروا. بعدها بيطلع يجري بره المدرسة، وبيكون حاسس ان هو كان عايش في عالم افتراضي وبيكون مش فاهم هو ايه اللي بيحصل له. بعدها بيروح عند الشجرة المقدسة، بيلاقيها شجرة عادية. في الوقت ده العالمة ماشية بتظهر وبتقول له اخيرا لقيتك يا كانج. فكانج بيكون مش عارفها، فبتقرب منه وبتبدأ تكشف عليه، فبيبعد عنها وبيقول لها انت مين؟ فبتطلع اللاب وبتقول له انا صديقك. فكانج بيتصدم وبيسألها هو ايه اللي بيحصل له وراحوا فين الفتيات؟ فبتقول له انا هعرفك على كل حاجة. بعدها بتاخده وبيوصلوا عند المعمل، بيدخلوا المختبر بتاعها وبتكشف على مخه وبتلاقي ان النبض طبيعي. فبيتعصب وبيقول لها وانا فين؟ احكي لي هو ايه اللي بيحصل. فبتطلع له الجهاز ده وبتعرفه ان هو مش فاكر الجهاز ده، اشتراه منها امبارح، وانها كانت شغاله على تجربه انها تاخد الشخص وتعيشه في عالم افتراضي كل شيء هو بيتمناه يبقى معاه زي الحقيقي بالظبط وينفذ كل رغباته. وبعدها بتصدمه وبتعرفه ان كل الفتيات اللي كان عايش معاهم كانوا مجرد ذكاء اصطناعي، وان كل العلامات والاحداث والمشاعر اللي هي كانت الفتيات بتديهاله ده كان غير حقيقي اطلاقا، وانهم دلوقتي في الواقع، اما اللي كان عايشه ده كان مجرد واقع افتراضي، وانها عملت عليه تجربة علشان تشوف الانسان الطبيعي هيتقبل العالم الافتراضي ولا لا. بس في الحقيقة انت غلبت كل توقعاتي، انت تقبلت العالم كأنه عالم حقيقي. فكانج بيكون مصدوم مش مصدق ان اللي عاش المشاعر دي كلها كان مجرد حاجات غير حقيقية. يعني ميمي وكيرا وبالي وسارة وميمي، كل الحركات وكل المدرسة، كل العالم ده كان مجرد ذكاء اصطناعي. كل الذكريات اللي اتحشت في دماغه كانت مجرد اختراع من اختراعاتهم. فكانج بيكون مصدوم لان كل اللي عاشه ده كان مجرد عالم وهمي. بعدها بنشوف كانج وهو ماشي وبيكون وحيد، بيكون مصدوم مش مصدق ان اللي عاشه ده كان مجرد خيال، وان الفتيات اللي وقع في حبهم مش موجودين اصلا. بيبدأ يفتكر في ذكرياته الحقيقية، وان ابوه كان عالم، كان دايما مشغول، اما هو كان متربي مع صديقته الطفولة اللي ابوها وامها توفوا من زمان، وانهم كانوا عايشين ايام سعيدة جدا، كانوا قريبين من بعض، عاشوا مع بعض كل المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية. ولكن في احد الايام ايان صديقته تعبت، جالها مرض خطير جدا ما قدرتش تعيش، في النهاية توفت. من بعدها كانج بقى وحيد لا يمتلك اصدقاء، كان كئيب. وبعد كام يوم كانج بيكون عايش حياته مملة جدا، كأنه حرفيا ميت بدون اي مشاعر. بعدها
بنروح للمدينة ومرة واحدة بيتم السيطرة عليها من ميا. الذكاء الاصطناعي بيتم فصله عن المدينة. القمر الصناعي بيتصرف بطريقة غريبة، فماشا وباقي العلماء بيكونوا مصدومين، اما كانج بيكون قاعد على سريره محبط جدا. بعدها بيكون محبط جدا، حتى بيكون مش عايز يعيش. بعدها بينزل يفطر مع والدته، فوالدته بتاخد بالها ان هو كئيب، فبتسأله على اللي بيحصل، فبيقول لها مفيش ولا حاجة. في الوقت ده بيسمع الاخبار وان العالم حاليا في فوضى، منقطع الانترنت وتم السيطرة على الذكاء الاصطناعي بنفسه، بقى عنده حرية الاختيار. فكانج بيكون مش مهتم وبيطلع على اوضته وبيكون في منتهى الحزن. وبعدها بتمر الايام، بعدها امه بتعرفه ان في صديق ليه عايز يقابله، فكانج بيعرفها ان هي تدخل، فبتدخل ودي بتكون ماشا بتكون متوترة جدا وبتقول له مرة واحدة انت لازم ترجع للعالم الخيالي من تاني، لان في مشكلة كبيرة بسبب المعلومات اللي الفتيات بقوا يتصرفوا بغرابة، وان الذكريات بقت شبه حقيقية بعد ما تم الانقطاع عن الذكاء الاصطناعي. حرفيا لو فضلنا كده فالعالم بتاعنا هيتدمر. فكانجي بيتعصب، بيزعق لها، بيعرفها ان هي خدعته، عايشته في ذكريات غير حقيقية. ازاي عايزاني ارجع للوهم ده مرة تانية، لان كل اللي انا عشته كان واقع خيالي. وبيفضل يعيط وهو بيفتكر ذكرياته ومع حب الطفولة ايان. فماشا بتعرفه ان هو لازم يرجع، لان ميا وميمي وكيرا وسارة دلوقتي بقوا متطورين بالذكاء الاصطناعي، وانهم بيعملوا كل شيء على مزاجهم، وانهم عارفين قلبين العالم عليه وعايزين يوصلوا له. وانها ما كانتش متوقعه ان بعد ما تعمل ذكريات غير حقيقيه، الذكريات دي تكون ذكريات تانية وتسيطر على الذكاء وتكون عندها وعي خاص. مره واحده الروبوت توميتو بيبدا يفقد السيطره، بيبدا يطلع انوار. مره واحده بتظهر الفتيات على شكل مجسمات، فكانج وماشا اول ما بيشوفوهم بيتصدموا، شكلهم بيكون وحش جدا. كانج بيكون خايف منهم، فسارة وباقي الفتيات بيحاولوا يرجعوا لشكلهم الاصلي، وكلهم في نفس الوقت بيقولوا وحشتنا يا كانج. بيبداوا يتخانقوا وكلهم بيقربوا من كانج وعايزين يحضنوه. فماشا بتفرح جدا لان الفتيات بقى عندهم وعي خاص وبقوا بيحبوا كانج فعلا، وانهم ما بقوش مجرد ذكاء اصطناعي بيتم السيطرة عليهم في العالم. بعد كده سارة بتبدأ تعرفه ان العالم اللي هم فيه لازم يجي دلوقتي، علشان دلوقتي ميا بقت مسيطرة عليها ايان وكل ذكرياتها وبتدور عليه. حرفيا هتدمر العالم الافتراضي، وهيخسروا كل شيء، وانهم مش مستعدين انهم يخسروا كانج لانهم بيحبوه جدا. كل واحدة بتعرفوا ان المشاعر اللي هي كانت حساه اتجاه كانج كانت حقيقية، مش مجرد ماشا كانت حطاها او كانت بتتظاهر انهم بيحبوه فعلا وبيطلبوا منه انه ينقذهم. مرة واحدة الاتصال بينقطع. بعد كده بنروح للمدينة وبيتم والبلد بترجع للفوضى من تاني. في الوقت ده ماشا بتعرف كانج ان ما عندهمش وقت، لازم يرجع للعالم الانفرادي بسرعة. فكانج بيكون متوتر وبيرفض، فماشا بتزعقله وبتعرفه ان هو هيفضل فاشل وجبان، لازم دلوقتي يرجع للعالم وينقذ ميا ويشوف ايان لو مرة واحدة، لان حاليا الحكومة اصدرت برنامج مسح هيمسح العالم الخيالي بالكامل بالفتيات حرفيا، فلازم كانج يتصرف دلوقتي. فكانج مش بيرد عليها، بيكون متوتر. فماشا بتتضايق، بتقوله براحتك وبتاخد حاجتها وبتمشي. في الوقت ده كانج بيكون حزين جدا، بيقعد يفتكر ذكرياته مع ايان وقد ايه هو كان بيحبها، وبيفتكر ذكرياته مع ميا وباقي الفتيات. فكانج بيعيط. في الوقت ده ماشي بتكون هتركب الموتوسيكل وتمشي، ولكن كانج بينادى عليها وبيعرفها ان هو يروح معاها علشان ينقذوا الفتيات. فماشي بتفرح جدا والاتنين بيركبوا الموتوسيكل وبينطلقوا بأسرع ما يمكن. بعدها بيوصلوا عند الفيلا اللي بتكون من الاساس بتاعت كانج. فكانج بيكون مستغرب لانه زارها قبل كده، فماشي بتعرفه ان ده طبيعي. بعدها ماشي بتاخده وبينزلوا المختبر بتاع والده اللي بيكون تحت الفيلا، وبتبدأ تقعد على الأجهزة وتشغلها. بعدها بتقعده على الجهاز المعين ده، بتعرفه ان دلوقتي قدامه 4 مراحل، لازم يفصل التحكم عن ال4 مراحل دولت ويوصل لأيان ويفصل السيطرة الكاملة على أيان وينقذها، وان هي هتفضل جنبه وتساعده. فبيقول لها تمام، وفعلا بيقعد على الجهاز. وفعلا بعدها بتبدأ تنقله للعالم الافتراضي، واول ما بيوصل مرة واحدة بيلاقي صديقه قدامه، فبيعرفوا ان هي ماشية وجاية علشان تساعده. الوقت ده بيلاقي عدد كبير جدا من الآلات والكلاب بيكونوا عايزين يمسكوا كانج ويجدوا عليه، ولكن بيقدروا يهربوا منهم. وفي النهاية بيوصلوا عند الفتيات، والفتيات اول ما بيشوفوهم بيكونوا فرحانين جدا لان كانج بيكون رجع، ولكن للأسف كانج بيكون سلبوته خالص، فبيضربوه بالقلم وبعد كده بيحضنوه. بيكونوا فرحانين ومش مصدقين ان اخيرا حبيبهم شافوه مرة تانية. في الوقت ده سارة بتقرب من كانج وبتقوله شكرا يا عزيزي، وبتحضنه
بتحضنه، فميمي بتغير وبتحضنه، فبالي بتغير وبتحضنه. بعد كده الخمسة بيقعدوا يفكروا. بعدها ميمي بتعرفوا ان هما لازم يفصلوا الاربع مراحل عشان يقدروا يوصلوا المية ويوقفوها، وفعلا اول مرحلة بيلاقي نفسهم في الاوضة ديت. فالفتيات بيستغربوا وبيسألوا اوضة مين دي، فكانج بيعرفوا ان ديت اوضة سارة، فبيتكسفوا وبيعرفوه وبيسألوه هو عارف اوضة سارة منين، هل هما كانوا بيعملوا بونجا بونجا هنا؟ ولكن سارة بتعرفهم ان مفيش وقت. بعدها بيبداوا يتمشوا في المبنى، واول ما بينزلوا مرة واحدة بيلاقوا عدد كبير جدا من الحراس يا صديقي بيبداوا بيدمروا ماشة اللي بتكون على هيئة روبوت، وبيبداوا يهجموا على الفتيات. فالفتيات بيبداوا يستخدموا قوتهم السحرية وبيتحولوا، ففتيات بيبداوا يستخدموا قوتهم ويتصدوا للحراس، وفعلا بعد وقت بيقدروا يقضوا عليهم. فالفتيات بيكونوا فرحانين جدا، ولكن مرة واحدة بيلاقوا التنين ده قدامهم، وده بيكون برنامج الماسح الكامل اللي هيدمر العالم الافتراضي. فالفتيات بيتصدموا، والكان بيستخدم قوته وبيبدأ يرجع الحراس تاني ويهجموا على الفتيات. فالفتيات بيكونوا مصدومين، بيحاولوا يتصدوا ليهم ولكن بتكون قوتهم متضاعفة. فالفتيات بياخدوا بعضهم وبيهربوا وبيقفلوا الباب، وبعدها بيوصلوا عند عنصر التحكم الاول، فبيكونوا متفاجئين. بعدها كانج بيحاول يعطله ولكن بيكون قوي جدا، فسارة وباقي الفتيات بيبداوا يساعدوه، وفعلا بيبداوا يعطلوا العنصر الاول ويفتحوا المرحلة التانية. فابطالنا بيكونوا فرحانين ولكن مش بيلحقوا، لان عدد كبير من الحراس الآلية بيوصلوا للمكان وبيستعدوا علشان يقاتلوا الفتيات. فالفتيات بيتصدموا، ميمي وبالي وكيرا بيعدوا وبيدخلوا المرحلة التانية، فبيكون فاضل سارة وكانج. فسارة بتعرف كانج ان هي مبسوطة جدا لانها قضت معاه وقت ممتع جدا، وكانت تتمنى انها تقضي معاه وقت اطول من كده، ولكن هي لازم تضحي بنفسها علشان تحمي حبيبها. فكانج بيتصدم، بيقول لها قصدك ايه؟ فبتزقه وبتدخله جوه. فكانج بيتصدم، بيحاول يمسكها ولكن بيمسك ربطة شعرها فك، وبعدها بيدخل المرحلة التانية. فسارة بتجري على الاعداء، بتبدأ تتصدى للحراس وتبدأ تقاتلهم، ولكن اعدادهم بتكون مهولة، وفي النهاية بيتم القضاء على سارة. وكانج بيعرف كده لما الاشارة بتاعت شعرها بتختفي. فكانج بيكون منهار هو وباقي الفتيات، وبيبدأ يصرخ بأعلى صوت على حبيبته اللي ضحت بنفسها. ولكن بعدها كانج بيشجع نفسه وبيشجع باقي الفتيات انهم لازم يكملوا، وبعدها بيوصلوا عند المرحلة التانية، بيلاقي نفسهم في المدرسة. بعدها بيبدأوا يتجولوا داخل المدرسة وبيوصلوا عند السطوح. فأول ما بيوصلوا بيلاقي عدد كبير جدا من الروبوتات محاوطين المكان ومانعين أي حد يوصل للمرحلة التالتة ويعطل المرحلة التانية. في الوقت ده كيرا وبالي بيستخدموا قوتهم السحرية وبيقرروا انهم يعطلوا الروبوتات دولت عشان كانج وميمي يوصلوا المرحلة التانية ويعطلوها. فكانج بيرفض وبيكون خايف عليهم، فبيعرفوه ان هم لازم يحموه، وفعلا بيستخدموا قوتهم وبيبداوا يهجموا على الروبوتات ويدمروهم. في الوقت ده كانج بيكون متوتر ولكن بيسمع كلام ميمي وبيستغل الفرصة، وبيوصلوا عند الممر وبيوصلوا لنهاية المرحلة التانية. بيفتحوا البوابة وبيعطلوا المرحلة التانية. بينادى على كانج وبالي علشان يلحقوه وبيدخل، ولكن كانج وبالي بيكسروا عنصر التحكم خالص وبيبداوا يتصدوا للروبوتات، وحرفيا بيضحوا بنفسهم علشان ينقذوا كانج. بيبداوا يتصدوا ويهجموا على الروبوتات، ولكن الروبوتات عددها مش بتنتهي اصلا يا صديقي، فبيقعدوا يتصدوا ليهم وهم قاعدين بيذكروا ذكريات كانج والطفولة اللي عاشوها معاه، ودي يا صديقي بتكون ذكريات ايام في الاساس. وفي النهاية صديقي كيرا مش بتقدر تستحمل وبيتم القضاء عليها، فبالي بتتصدم بتحاول تنقذ كيري ولكن هي كمان بيتم القضاء عليها. وهم بعدها بنشوف كانج وميمي بيكونوا في الغابة، وميمي بتبدأ تسمعوا رسالة من كيرا وسارة وبالي وإنهم قد بيحبوه وإنهم مش هيقدروا ينسوه واستمتعوا بوقتهم. فكانج بيتصدم، بيفضل يعيط وبيكون منهار على حبيباته اللي خسرهم. في الوقت ده الروبوتات بتبدأ تدمر المكتبة، فميمي بتعرفه إن هي بتحبه، بتقرب منه وبتقبله. بعدها بتفتح باب علشان يدخل للمرحلة الثالثة وبتعرفه إن هي مش هتنساه، وبتزقه وبتبدأ تتصدى للآلات، وبعدها هي كمان بيتم القضاء عليها. بعدها كانج بيلاقي نفسه في غابة قدام شاطئ، فبيكون منهار على الفتيات وبيبدأ يعيط. مرة واحدة بيبص بيلاقي ميا قدامه، فبيجري عليها وبيقول لها هو ايه اللي بيحصل. فبتعرفه ان هو لازم يوصل للمرحلة الأخيرة ويكلم أيان، فبيعرفها ان هو عايز يشوفها، فبتعرفه ان هي بتحبه.
وبتحضنه. بعدها كانجي بيفتح عينه بيلاقي نفسه قدام. بعدها كانجي بيبدأ يفتكر ذكرياته مع ايان لما كانوا دايما بيكونوا مع بعض، قضى حياتهم كلها مع بعض في الابتدائية والاعدادية والثانوية، كانوا دايما مع بعض، كانت في مسافة حبيبته وزوجته المستقبلية. وبيفتكر في احد الايام لما نزلوا يتسوقوا سويا، وايان عجبتها سلسلة جميلة جدا بس للاسف ما كانش معاها فلوس، وفي النهاية مشيوا. ولكن كانجي عرفها ان هو هيروح الحمام وراح جاب السلسلة وفاجئها بيها. فايان فرحت جدا واعترفت له بحبها وطلبت منه انه يلبسها السلسلة، فلبسها السلسلة والاتنين كانوا في غاية السعادة. ولكن يا صديقي السعادة مش بتكمل دايما. في احد الايام ايان بتبدأ تتعب ومرة واحدة بيغمى عليها، فالاب بيتخض وبيروح يكشف، والدكتور بيعرفه ان ايان عندها مرض خطير جدا ومش باقيلها كتير. فالاب وايان بيكونوا مصدومين، وايان بتطلب من الاب انه ما يعرفش كانج، فكانج بيكون فاكرها انها مريضة مرض بسيط، فبيفضل يزورها في المستشفى ويهتم بيها، ولما بيكون مشغول مش بيقدر يهتم بيها. اما ايان بتكون في مرحلة صعبة جدا وبتتألم بسبب المرض، وفي النهاية يا صديقي مش بتقدر تتمالك والمرض بيتمالك جسمها وبتموت. وكانج اول ما بيعرف كده بيكون مش مصدق. بعدها كانج بيفتح عينه بيلاقي نفسه قدام الشجرة المقدسة ومعاه وقدامه ايان، فبيفرح جدا وبيجري يحضنها وبيقول لها انا اسف ما كنتش اعرف معاناتك، وبيفضل يحضنها وبيعيط. فايان بتعرفه ان هي عايزة تطلب منه طلب، وانه ينساها ويعيش حياة سعيدة، وانها قضت معاه وقت ممتع جدا وكانت تتمنى انها تبقى باقي حياته معاها، ولكن للأسف. وبتطلب منه انه ينساها ويكمل حياته. فكانجي بيتصدم بيزعق لها بيقول لها ازاي انساكي، انت فاكرة الموضوع بسيط، ازاي انسى حياتي، انت كنت حياتي، انت كنت متربية معايا من صغري، انا كنت اتمنى ان افضل معاكي للابد. فبيقع على الارض وبيعيط وبيقول لها انا مش بحبك، انا بعشقك، انا اتمنى انك تكوني معايا للابد، ازاي عايزاه انساكي، مستحيل. فايان بتقرب منه وبتعرفه ان هي كمان بتحبه وانها كانت تتمنى انها تفضل معاه. بعد كده كانجي بيقرب من ايان، فايان بتقرب منه وبتقبله، واخيرا يا صديقي بيقدروا يوصلوا مشاعرهم لبعض وبيعترفوا بالحب لبعض. بعد كده ايان بتديله السلسلة بتاعتها وبتعرفه ان هي قضت معاه كام لحظة من احسن اللحظات اللي في حياتها، وبتبدأ تختفي. مش بس كده، كل شيء يا صديقي بيبدأ يختفي ويرجع لطبيعته. بعدها كانجي بيرجع للعالم الواقع وبيكون كل شيء رجع لطبيعته، الانترنت والكهرباء والاتصال بالذكاء الاصطناعي بيكون رجع تحت سيطرة البشر. بعد كده كانجي بيفوق وبيكون في منتهى الحزن وسلسلة ايان في ايديه. بعدها بيلاقي ماشي في وشه وبتشجعه وبتقوله احسنت صنعا يا بطل. في الوقت ده مساعدة ماشي بتنادى عليها، فبتطلع تبص بتلاقي ان كل شيء رجع لطبيعته، فبتكون في منتهى السعادة. فكانجي بيطلع وراها وبيقول من الواضح اني نجحت في المهمة. في الوقت ده مساعدة ماشي بتقول ايه ده، استر نفسك المستور اتكشف، وبتكون محرجة جدا من كانجي. فكانجي بيتكسف وبيعتذر. بعد كده صديقي الحياة بترجع لطبيعتها، كانجي بيبدأ يتعافى من الاكتئاب ويقعد مع اصدقائه الحقيقيين. وفي احد الايام بعد ما زار ايان بيدخل البيت بيتفاجئ ب4 صناديق على الارض، فبيتصدم. بيقرب من واحد فيهم مرة واحدة ايد بتمسكه ودي بتكون ميمي بتحضنه، بتقول له اخيرا انا لقيتك، مش بس كده سارة وبالي، وبيقولوا له وحشتنا، احنا مش مصدقين اننا اخيرا اجتمعنا في عالم الواقع. فكانجي بيتصدم وبيسألهم عن ازاي بقوا معاه، فسارة بتعرفه ان كل ده يرجع الفضل لماشي لانها قدرت تنقل الوعي بتاعهم لاجسام بشرية، وانهم اخيرا بقوا فتيات حقيقية هيعيشوا معاه وهيبقوا حبيباته، وبيفضلوا يلزقوا في كانج وحرفيا مش عايزين يسيبوه. فكانج بيكون فرحان جدا. اما يا صديقي لو بتسأل عن ميا فهي خرجت قبلهم اصلا عشان تجيب بعض الطعام وتعمل الاكل لكانج، ومن هنا بطلنا عاش حياة سعيدة جدا. ولحد هنا يا صديقي فحب اعرفك ان الانمي انتهى على كده، وكمان مفيش اي مواسم تانية. اتمنى انك تكون اتبسطت معايا في الرحلة، ولو تفتكر ان الحكاية انتهت على كده فحب اعرفك اني فعلا الحكاية انتهت، بس لسه في انميات جاية افضل بكتير. فما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وتكتب لي في الكومنتات يا بطل نزل انميات جديدة عشان اعرف انك وصلت معايا للحظة دي. وسلام.